يا أهلا وسهلا بأصدقاء رشتة النظام. فيديو النهاردة نقدر نسميه فضفضة أو حكاوي، والحكاية بتبدأ من أواخر سنة 2024 تقريبا، تحديدا في شهر 8، وده كان من الأوقات الفارقة جدا في حياتي الحقيقة في حاجات كتير جدا، منها إني كنت طول الوقت في حرب. مع الوقت، مع الشغل، مع إحساسي بالذنب، وأصعب حرب فيهم الحقيقة الحرب مع نفسي. خدي عندك بقى جلد ذات مستمر، لوم على كل غلطة، مقارنات ما بتنتهيش، لحد ما في يوم كده وبدون أي مقدمات قررت أعمل هدنة، وقلت خلاص أنا هعمل معاهدة سلام مع أهم شخص في حياتي وهو أنا. والنهاردة هشاركك 10 بنود من معاهدة السلام دي، 10 اتفاقيات شخصية جدا عملتها مع نفسي، ومن يومها علاقتي بالحياة كلها اتغيرت. لعل الفيديو ده يكون نقطة تحول في حياة أي حد مع بداية السنة الجديدة. أول اتفاقية: قطع المقارنات فورا. كنت بدخل على السوشيال ميديا وأخرج منها حاسة إني أقل واحدة في الدنيا كلها، ودي قصة كل يوم تقريبا لحد ما فهمت اللعب. فاتفقت مع نفسي إن أول ما أحس بإحساس المقارنة هقفل الموبايل فورا، وهفكر نفسي إن دي رحلتها هي وأنا ليا رحلتي الخاصة. وتاني اتفاقية: إن الغلط مسموح بيه عادي جدا. كنت قلت لكم في فيديوهات قبل كده إني كنت عايشة بفكرة إني لازم أكون مثالية، أي غلطة سواء في الشغل أو كأم كانت بتبقى نهاية العالم بالنسبة لي، لحد ما في يوم غلطت غلطة كبيرة قوي في شغلي الخاص، خسرتني كتير قوي بصراحة في الوقت ده. وقتها جريت حكيت لصديقة ليا وكنت متضايقة جدا جدا وقتها. قالت لي جملة بسيطة قوي: وإيه يعني؟ ما هو أنتي بشر، والبشر بيغلطوا عادي جدا، ففين بقى مشكلتك؟ ومن وقتها اتفقت مع نفسي إن من حقي فعلا أغلط، وإن الغلط مش معناه خالص إني فاشلة، لكن معناه إني لسه بحاول. وبقيت أتعامل مع الغلطات اللي بعد كده كفرصة للتعلم، مش كجريمة أستحق عليها العقاب. وتالت اتفاقية: إن مشاعري مش محتاجة تبرير. كنت لما أحس بالحزن أو الغضب لازم أدور على سبب منطقي وكمان كبير للحزن والغضب ده، ولو ما لقيتش كنت بحس بالذنب على مشاعري دي، اللي هو طب أنا ليه متضايقة أو ليه غضبانة بدون سبب. لكن مع الوقت فهمت إن مشاعرنا زي الجو كده، ممكن دلوقتي الشمس تكون طالعة بعدها بشوية تمطر وكمان تغرق الدنيا. مشاعرنا كمان متقلبة ومش دايما ليها سبب واضح. فاتفقت من وقتها مع نفسي إن من حقي أحس بأي شعور من غير ما أبرره لنفسي أو حتى لغيري. واتعلمت إن مجرد الاعتراف بالشعور أيا كان إيه هو بيخليه يفقد قوته. ورابع اتفاقية: إن جسمي يستحق الشكر مش النقد. أوقات كنت بقف قدام المراية وكل اللي بشوفه العيوب بس، كام كيلو زيادة، هالات سودة حوالين عينيا، وغيره حاجات كتير، لحد ما في مرة كنت تعبانة جدا وشفت إزاي إن جسمي ده بيحارب بس علشان يقدر يقف على رجليه. حسيت وقتها بكمية امتنان رهيبة للجسم ده اللي شايلني وكمان مستحملني. من وقتها اتفقت مع نفسي إني هتعامل مع جسمي كصديق مش كعدو، بشكره إني صحي معايا النهاردة، وبشكره كمان على كل حركة بيعملها. وغيرت لغة النقد اللي بكلم بيها نفسي وجسمي للغة امتنان وبس. وخامس اتفاقية: أنا غير مسؤولة عن سعادة الجميع. كأم وزوجة وبنت كنت بحس إني مسؤولة عن سعادة كل اللي حواليا طول الوقت، ولو حد متضايق يبقى أنا السبب أو أكيد أنا مقصرة في حاجة ما. بس مع الوقت أدركت إن ده غرور، وكل إنسان في الدنيا مسؤول عن سعادته وكمان مشاعره. فاتفقت مع نفسي إن دوري هو إني أكون داعمة ومصدر حب ليهم دايما، لكن مش إني أسعدهم ويكون ده شغل الشاغل. وشلت من على كتافي حمل تقيل قوي مش بتاعي أساسا. والاتفاقية السادسة: لا كاملة أفضل من نعم ناقصة. بمعنى إن كنت بوافق على حاجات كتير وأنا مش مقتنعة أو حتى مش قادرة، علشان ما يصحش أو علشان ما أحرجش اللي قدامي. لحد ما في مرة وافقت على التزام كبير شوية، ووقتها كنت مرهقة جدا وكمان عندي مسؤوليات تانية. النتيجة إني عملت الالتزام ده بس وحش قوي الحقيقة، ومحدش كسب فينا في النهاية. مع تكرار المواقف اللي زي دي اتفقت مع نفسي إن لا، اللي بقولها باحترام هي حدود صحية جدا، وإن نعم اللي بقولها لازم تكون طالعة من قلبي وواثقة إن هقدر ألتزم بيها، وده لأن طاقتي أمانة وأنا مسؤولة عنها. والاتفاقية السابعة: إن الراحة جزء من الخطة. زي ما انتوا عارفين إني بحب أحط خطة أسبوعية لنفسي لكل حاجة، لكن زمان كنت لما بحط الخطة الأسبوعية بملاها كلها كده مهام وما فيهاش أي مساحة للراحة، ولو تعبت في النص ولا قصرت شوية كنت بحس بذنب كبير قوي. كنت بوصل لآخر الأسبوع وأنا حرفيا مطفية تماما، مطفية جسديا وكمان نفسيا. فاتفقت مع نفسي إن الراحة بند أساسي في أي خطة هحطها بعد كده، زيها زي الشغل بالظبط. وبقيت بكتب في خطتي الأسبوعية بالبونت العريض كده: وقت للراحة، ومن غير كمان أي تأنيب ضمير. والاتفاقية التامنة: الاستثمار في نفسي مش أنانية. الحقيقة كنت بستخسر أصرف فلوس على كورس يفيدني أو إني أقضي وقت على هواية بحبها. كنت طول الوقت حاسة إن أولوياتي لازم تكون هي بيتي وأولادي وبس،
لكن لما بدأت أخصص وقت وفلوس صغيرين لحاجات أنا بحبها لقيتني برجع لبيتي وأولادي بطاقة وكمان حب أكبر بكتير. فاتفقت مع نفسي إن الاستثمار في نفسي هو استثمار في عيلتي كلها، لأن حرفيا الكوباية المليانة هي بس اللي بتقدر تصب لغيرها. والاتفاقية التاسعة الاحتفال بالخطوات الصغيرة، ودايما بقول لكم احتفلوا بالخطوات الصغيرة. أنا شخصيا كنت بستنى الإنجازات الكبيرة علشان أفرح، ترقية، شراء عربية، شراء جهاز معين نفسي فيه، ولكني اكتشفت إن الحياة والعمر بيعدوا وأنا لسه مستنية. فاتفقت مع نفسي إني هحتفل بالخطوات الصغيرة جدا اللي في حياتي. خلصت مهمة صعبة في الشغل، فورا أقوم وأعمل لنفسي فنجان قهوة حلو. قدرت ألعب مع أولادي نص ساعة بتركيز، ده إنجاز يستحق أطبطب على نفسي علشانه وكافئني كمان. وأخيرا اتفاقية سميتها مسامحة نسخة الماضي. كنت بلوم نفسي على قرارات أخدتها زمان قوي وأقول يا ريتني عملت كذا أو كذا أو كذا، ولكن مع الوقت فهمت إن أنا بتاعت زمان أخدت أحسن قرار كانت تعرفه بالمعلومات والوعي اللي كان عندها في الوقت ده. فاتفقت مع نفسي إني هسامح نسختي القديمة وهتعلم كمان من أخطائها وهشكرها إنها وصلتني لأنا بتاعت النهاردة. عايزة أقول لكم إن الاتفاقيات دي مش سحر، أنا ما نمتش صحيت لقيت نفسي بعملها، ولكن كلها جت مع الوقت ومع التمرين اليومي كمان عليها. في أيام بنجح وأيام بفشل ده أكيد، بس مجرد وجودها في عقلي بقى عندي دستور أرجع له وبوصلة كمان بتهديني وقت لما توه. معاهدة السلام دي خلت صوت الناقد اللي جوايا يهدى وخلت صوت الصديق كمان يعلى. والسؤال ليكي النهارده، لو هتكتبي بند واحد بس في معاهدة السلام الخاصة بيكي هتكون إيه؟ وإيه أول اتفاقية هتعمليها مع نفسك ابتداء من اللحظة دي؟ شاركوني تحت في التعليقات علشان نستفيد كلنا من بعض. باي باي.